ولا تنس نصيبك من الدنيا. يتنبه لي لهالمقطع، لا تنسى نصيبك. النصيب شنو؟ هذا بثلاث آراء. الرأي الأول يقول له أنت لما تبتغي وجه الله لا تحرم روحك من لذائذ الحياة. الله عز وجل عندما خلق الخيرات بالأرض أراد من الناس أن يأكلون منها، ينتفعون بها، يلبسوها. أنت ليكون يصير عندك استقطاب، يعني تقول أنا لما أنصرف إلى الآخرة بعد لازم أعرض عن الدنيا. لا، هذا غلط، هذا تفكير غلط. هذا أكو واحد من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا عاصم ابن زياد. عاصم ابن زياد طب على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لما دخل قال له سيدي أنا عندي أخوي، هذا أخوي ترك الدنيا، لبس العباءة، اعتزل الحياة، لا يتناول من لذائذ الحياة شيء، وقاعد منعزل وبناء يتقرب إلى الله. قال للإمام قم بنا إليه. اجى لي أمير المؤمنين سلام الله عليه، قعد يمه، قال له يا عدي نفسه. عدي نفسه يعني عدو نفسه، يعني قال له أنت جيت عادي روحك. يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث، وداك الشيطان إلى مكان بعيد، أنت تفكيرك هذا تفكير غلط. أترى أن الله عز وجل أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها؟ الله لما خلق لك الطيبات يكره أن تأكل من الطيبات. لمن إذن الله خلق الطيبات؟ إذا كان هاي الطيبات اللي الله خلقها أنت ما تأكل منها، من يأكل منها؟ قال له سيدي هذا أنت وتقول هذا؟ شو أنت متقشف؟ أنا أشوفك ملابسك طعامك. قال له أنا شيء وأنت شيء آخر. قال له أخذ الله على الولاة أن يقتدوا بالضعفة من الناس. قال له أنا إذا تشوفني مو حرام اللذائذ مو حرام، لكن هذا عامل خلقي. أنا أريد أن الناس يشوفون أنهم حالهم حالي. إذا زادت الثروة أنا أتنعم معهم، وإذا هبطت أنا مثلهم، رغيفي رغيفهم، ما أرتفع عنهم على مستوياتهم. قال له هذا عامل خلقي حتى لا يتبيغ بالفقير فقره. هذا قال له أنت مو مطلوب من عندك، أنت كفرد عندك خير، الله عز وجل عندما أعطاك الخير يريد من عندك أن تأكل منه. خلق لك التفاحة لتأكل منها، والشكل خلق لك اللحوم لتأكل منها، سوالك الملابس الجيدة أو النبات أفرض حتى تصنع منه ملابس تلبس. أما إذا أنت حقك من ينفتح الباب، باب الله ينفتح، يحولك من عالم، يعني الله من ما انطاك، يعني مثلا فد شهر شهرين 3 سنة ما انطاك، يعني بطل. خو بالعكس يا من لا يبرمه إلحاح، انت ليش مالك علاقة؟ هي تجي ساعة وينفتح الباب. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها شنو؟ فرجت. هاي نايمة للظهر ترى كانت، فجأة قامت ما تنام، صارت هسه تشوفها انت بعينك تشوفها. هاي تنام ل 11 ما تنام للصبح تظل قاعدة والحارة تهفي. اقول يا هل خلى محبة هذا الطفل بقلب هاي الماء.